زياش حسب الكلام والعهدة على الراوي اللي قال لي السيد أن زياش كان غيضرب وليد الركراكي في الكوت ديفوار، كان غيضربو شدوه هاد اللعابة. وبوفال جا مع زياش لأن الركراكي بدا بديك الغميق ديالو، دابا خصنا ندخلو فوالا با نموتو تقاتلو كدا. قال له اجي يا كوتش ندخلو نموتو واخا، ولكن كيفاش غنلعبو من كيفاش يا صاب ورينا كيفاش بغيتي نلعبو. نو كدا حنا كنعرفو بعضياتنا. قال له انت فيك غير الهضره، عملو ولكن كيفاش عطينا كيفاش نعملو داكشي هذاك، عطينا ديسان تاكتيك. تشادو في الهضره، الركراكي ما رضاش، الاخر ناض ليلو كان غيض. هذا ما قيل لي عن سبب نهاية زياش مع الركراكي. ملي كتمشي تشوف الفيديوهات ديال وليد الركراكي شنو عامل لهم؟ عامل لهم اكرون، واحد الراجل كبير شد واحد الوليد صغير في يدو كيقول لهم هذا نو بارون مشاو فرنسا، طاحت عليهم الساعة، تهدبوا كبرونا حنايا كنا كنعاودو من المغرب كونجي هذا، ودابا خصنا نخرجو نتقاتلو كذا. داكشي مزيان، تحفيز اللعابة بحال الفيلم ديال غلادياتور، ولكن انت حفزتيهم شنو غيدخلوا يعملوا في التيران؟ دابا صافي رجعوا النور وما واحد ما يدوز، وملي نشبروها نطلعوا وفي يد الله، وديروا النية وربي معنا، ما واسكم هاهما كيدعيو معاكم، غتوصلوا من فوق ضربوا الكرة للشبكة، غضرب في بوطو ودخل. كاينش تعليمات، ما كاينش الخطة 3 2 4 طلع هنا جي هنا شد هنا كذا، ما كاينش رسم تكتيكي، ما كاينش تصور ديال ان بلون جو د الماتش، كاينش الهضره على شي حاجه سميتها التكتيك. نموتو مع بعضياتنا نتقاتلو صافي.